واحد من أحسن الأخبار اللي ممكن تسمعها عن مجال السياحة في 2024 اللي فاتت. مصر استقبلت 15.7 مليون سايح السنة اللي فاتت، مقارنة ب 14.9 مليون سايح في 23 حسب منظمة السياحة العالمية وبيانات مجلس الوزراء المصري. ده بيعتبر 5% على أساس سنوي، وبكده المفروض إن احنا إن شاء الله نكون ماشيين صح في المجال ده، لأن الخطة بتاعتنا إن احنا نستهدف 30 مليون سايح في خلال 3 سنين. بس مع الأخبار الحلوة دي لازم ناخد بالنا من حاجة جديدة كده ظهرت لنا: منافسة قوية لمصر في مجال السياحة في قارة أفريقيا. اخواتنا في المغرب الشقيق نجحوا ان هم يستقطبوا 17.4 مليون سائح السنه اللي فاتت، وبكده تخطوا مصر كاكثر وجهه جاذبه للسياحه في القاره الافريقيه. وده بيعتبر عوده قويه جدا للمغرب بعد سنه واحده بس من زلزال جبال اطلس. صحيح المغرب قدرت انها تستقطب عدد سياح اكتر من مصر السنه اللي فاتت، الا ان انفاق السياح بتوع مصر كان اعلى من انفاق السياح بتوع المغرب. مصر دخلت من السياحة 14.1 مليار دولار، مقارنة بالمغرب اللي قدروا ان هم يدخلوا 11 مليار دولار. المهم، المنافسة في المجال ده صحية ومطلوبة، والصراحة هي حاجة تفرح، لأن كل ما كان فيه وجهات سياحية قريبة من بعض بتجذب السياحة، ده ممكن يكون سبب إن السياح يتشجعوا إن هم يزوروا بلدين بدل بلد واحدة، وممكن يخلي المنطقة دايما بتجذب سياحة مهما كانت الظروف الجيوسياسية.